صباح الخير او مساء الخير او يوم جميل عليكم في اي مكان وفي اي زمان انتوا بتسمعوني منه فيه. انا دكتورة سيلين. النهارده دي الحلقة التانية للعنصرية في المانيا. بس انا حبيت ان انا احذر من شوية حاجات. اول حاجة الفيديو طويل خالص، يعني انا بصراحة حبيت ان انا اذكر كل حاجة بسبب ان هي حادثة فعلا كبيرة وصلت للمدعي العام الالماني وكلام زي ده. لكن النهاية كانت سعيدة جدا. وحبيت برضو ان انا اوضح كل الامور اللي حصلت عشان محدش يسبب لي اي مشكلة. يعني حبيت ان انا اقول بامانه وبصراحه ايه اللي حصل بالظبط، يمكن تفصيليا كمان، علشان احسسكم او تعيشوا الاجواء معايا. في وقت قصير ممكن الحياه كلها تتغير للاحسن او للاسوأ، نتمنى دايما انها تكون للاحسن. الحاجه التانية، سامحوني لو انا انفعلت شويه. هو انا بصور المقدمه الصغيره اللي انا بقولها دي دلوقتي في يوم تاني خالص، عشان كانت اعصابي تعبت بعد ما انا حكيت. فلان فعلا الموضوع مأثر عليا لغايه دلوقتي، يعني مر تقريبا حوالي 7 سنين. بس مأثر عليا لغايه دلوقتي. فاعذروني ان انا انفعلت شويه. الحاجه الثالثه، هم حادثتين في حقيقه الامر، هم حادثتين مش حادثه واحده. والحادثتين دول كبار جدا للاسف حصلوا لي هنا في المانيا. فانا بعد ما صورت وبعد ما عملت كل حاجه قلت لا، انا اذكر الاول حادثه الشرطه وبعد كده الحادثه التانية اللي هي برضو حاجة كبيرة للأسف. حادثة الشرطة انتهت خلاص، أما الحادثة التانية يعني كانت من وقت قريب خالص. فعشان كده أنا حبيت إن أنا أقول الأول حادثة الشرطة اللي هي خلاص خلصناها والواحد أخد حقه. وكانت النهاية فعلا غير متوقعة خير. بس كده. والملحوظة الرابعة، محدش يعيش في الشرق، يعني اللي يجي هنا ألمانيا من فضلكم يا جماعة تعالوا الغرب، ويفضل الغرب شمال. يعني الغرب شمال، ما تنزلوش تحت وما تروحوش ناحية الشرق. يعني دي نصيحة أنا بنصحها لأي حد لسه واصل هنا ألمانيا، طالما لسه واصل. يعني دي نصيحة. أنا هو في ألمانيا هو، ومستحيل أعيش في الشرق. يعني مستحيل أخد أجازة حتى في الشرق خالص يعني. يعني مع اني شبههم بتكلم زيهم وكل حاجة، بس بصراحة يعني من الصدمة اللي انا عشتها، فانا يعني قررت تماما الشرق ده انا معرفوش، يعني باي باي كده من بعيد وخلاص. للأسف يعني لسه في شوية، يعني صعبين شوية في التعامل. والواحد عايز يعيش وينبسط في حياته ويحقق الأهداف اللي هو عايش عشانها، مش يدخل في صراعات وخناقات مع الناس. فبس كده. يومكم سعيد ونبتدي الفيديو الطويل. إنها حصلت مع الشرطة الألمانية، وحصلت من مدة طويلة. يعني حصلت مثلا من 7 سنين مثلا ولا حاجة. بس أنا طبعا بحب أحتفظ بكل شيء. يعني خلاصة الكلام أو اختصارا للكلام، هي حصلت في منطقة الشرق. طبعا الحوار كان طويل، بس عدى عليه سنين طويلة فأنا نسيته أولا، وثانيا كانت نهايته حلوة جدا. أتمنى إن القصة التانية برضو تكون نهايتها كويسة زي القصة الأولانية. اللي حصل إني أنا كنت باقوم ببعض الامتحانات كالعادة في حياتي، فاتنقلت لمكان في الشرق، فما كنتش لسه لاقية شقة عشان أأجرها. ففي application هنا اسمه Airbnb. إحنا بنأجر عليه غرف. أنا ما انصحش بيه خالص. خلاص، يعني اختصارا للكلام، أنا ما انصحش بالapplication ده خالص. أوتيلات محترمة بنفس السعر هي الأفضل كتير. لكن مش عند أي أشخاص كده، طبعًا بسبب المشكلة دي، على الرغم إن هم اتعاملوا بشكل كويس. فأنا حجزت زي غرفة لمدة شهر، بحيث إن أنا خلال الشهر ده أكون قدّمت أوراقي علشان الامتحان بتاعي، وأكون كمان لقيت شقة كويسة تتناسب معايا. فالمهم كان معايا واحد ألماني، وده عادي جدًا، يعني إن إحنا نسكن مع بعض، كل واحد بيبقى ليه غرفة مقفولة عليه، ما فيش أي حاجة، بنتعامل بشكل رسمي كأن بالضبط شقة وشقة. بس إحنا بنشترك في الtoilet، وممكن كمان يكون في 2 toilet، وبنشترك في المطبخ. غير كده كل واحد، واللي عاش في ألمانيا أو عاش في دولة أوروبية ممكن يكون عارف، وده بيحصل كتير. وأنا يعني باتعامل دايمًا كده، وما فيش أي حاجة بتحصل، هو الشخص ده مجنون أو مريض نفسي أو في مشكلة. المهم هو كان الشخص الألماني ده اللي أنا كنت عايشة معاه خلال الشهر. هو كان صغير في السن، يعني كان 17 سنة والّا 18 سنة، بس هو كان باين عليه إن هو غير متزن. غير إن هو بيشرب كحول، يعني لاحظته كذا مرة.
كمان كل شوية كان يقعد يقول لي اقفلي النور، أنا كنت باذاكر، فيقول لي النور بيتقفل الصبح، أقول له أنا مش شايفة، ما فيش شمس، أنتم عارفين في الشتاء الشمس أصلا بتكون غايبة، ما بيكونش فيه شمس أصلا، ساعات الدنيا بتبقى مغيمة، أذاكر أنا إزاي في الأوضة يعني؟ ودي حاجات يعني أنا ماسكة مجلد، يعني أنا هذاكر فيه إزاي؟ محتاجة نور وأنا دافعة فلوس عشان أفتح النور، يعني أنت كمان هتحكم عليا في البتاع. فكانت في زي بعض المشاحنات كده من الأول، كان من الباين من الأول إن هو مش متزن، وان كان لسه اصلا عارض شقته في اير بي ان بي. اير بي ان بي هي ابلكيشن، الناس مثلا انا عندي شقه اهو، فانا عايزه اجر اوضه مثلا بشكل يعني في وقت قصير، لوقت قصير، يوم يومين ثلاثه اسبوع، في الوقت اللي انا احبه خلاص. والناس بتبقى مثلا عايزه تيجي هنا مثلا زي تتفسح في هامبورج مثلا او حاجه، فيطلبوا مني عن طريق الابلكيشن ده وبيدفعوا عن طريق الابلكيشن ده، وبعد كده بيجوا انا بستضيفهم مثلا الاسبوع ده او اليومين او ثلاثه، واخد فلوسي من اير بي ان بي. هي دي باختصار الابلكيشن ده بيعمل ايه. فانا عملت كده بالظبط، وحجزت الغرفه دي لمده شهر عشان اخلص اموري بس. وكان في بعض المشاحنات في الاول. المهم يعني انا مش عايزه اطول عليك، هو كان ولد يعني زي ما قلت مريض نفسيا يعني، يعني عايز يقفل عليا بكل شكل، زي ما احنا قلنا يعني عايز يقفل، يعني عنصرية غير طبيعية. هو افتكر اني انا طبعا أنا كنت بكلم اصحابي مثلا او كده بالتليفون، ساعات كنت بتكلم بالعربي، فهو كان سامع، فهو كان عارف ان انا مش من اصول المانية، هو كان عارف حاجة زي كده او كان متأكد من حاجة زي كده. المهم لقيته في مرة بالليل، زي ما بقول لكم كده بالليل تقريبا كنت سايبه نور المطبخ مفتوح او حاجه، لقيته والمشكله ان الاوضه بعد ما انا حجزتها ما لقيتش ان ليها مفتاح من جوه، يعني ما فيش مفتاح خلاص. بس انا عارفه ان في المانيا مفيش حد بيعمل حاجه، يعني حتى لو سبت باب الاوضه مفتوح خالص خلاص، يعني مش قفلته كمان سبته مفتوح خالص، مفيش حد بيعمل هنا اي حاجه بنسبه 95% محدش بيعمل حاجه، يعني الدنيا امان جدا، حتى لو كنت عايشه مع 100 ولد في نفس البيت محدش بيعمل حاجه. فالمهم قفلت على نفسي الباب، وطبعا يعني اشتكيت في الاول لاير بي ان بي، وقلت لهم اني اهم حاجه الشكاوي دي، يعني الشكاوي دي لانها في الاخر بتجيب نتيجه. في الاخر انا بقول من اول يوم انا اشتكيت ان الولد ده بيتعامل معايا مثلا بطريقه مش مظبوطه، ان هو مثلا عمال يجبرني ان انا اقفل النور مثلا وانا عايزه اذاكر، ان مثلا ما فيش مفتاح مثلا في الاوضه بتاعتي، ان هو مثلا بيرجع بالليل شارب كحول وانا ببقى قلقانه منه، هو ما عمليش حاجه لغايه دلوقتي بس انا ببقى قلقانه منه. فطبعا الشكاوي دي على مدار مثلا اسبوع حصلت، وده كان شيء كويس ان انا دونت كل حاجه، عملت لها دوكيومنتاسيون. المهم بعد مرور تقريبا حوالي 6 او 7 ايام زي ما قلت، حوالي اسبوع، فوجئت ان بالليل تقريبا انا كنت فاتحه نور المطبخ، فهو جن جنونه تقريبا كان شارب حاجه او كده، فلقيته فتح عليا باب الاوضه وانا كنت نايمه، لقيت واحد بيشد اللحاف او بيشد البطانيه اللي انا كنت مستغطيه بيها، وماسك ايدي وعمال يهز فيا قومي. انا مش فاكره بالظبط قال ايه او عمل ايه، بس لدرجه اني انا يعني انا اتصدمت. راجل في نفس الأوضة وهو عنده 17 سنة، هو أصغر مني، كان حتى في وقتها أصغر مني، ولكن هو هجمة يعني طول بعرض كده، هجمة حاجة كده يعني ما تتخيلوهاش. فطبعا حد رعبني، وطبعا يعني مسكني، يعني طبعا يعني المسكة في حد ذاتها دي يعني مش حاجة لطيفة، يعني مش ألطف حاجة. ومش بس ايدي، يعني ايدي رجلي اي مكان يعني بيشد منه بس كده. فطبعا انا قمت اتصلت بالشرطه على طول. صباح الخير، الشرطه في الشرق. اول سؤال سالها لي، يعني ما ساليش العنوان فين ولا هو عمل لك ايه، ما ساليش ايه، قال لي حاجه واحده بس: انت جنسيتك إيه؟ انت جايه منين في الاصل؟ قلت له انت مالك انا جايه منين في الاصل؟ يعني انت ايه مشكلتك انا جايه منين في الاصل؟ انا بكلمك دلوقتي وبقول لك ان في واحد فتح عليا الاوضه و وتهجم عليا، فانت ايه مشكلتك؟ خلاص ايه العنوان؟ المهم اديته العنوان، وبعد كده جالي راجل وست. زي ما بقول لكم كده بالظبط، انا هحاول بقدر الامكان ان انا اختصر المشكله دي لانها فعلا كانت كبيره واثرت على نفسيتي اكتر مما تتخيلوا، اكتر مما تتخيلوا. يعني انا اتمنى ان انا اكمل الفيديو من غير ما اعيط، يعني اكتر مما تتخيلوا. المهم هو اول ما دخل باب الشقه حرفيا كده، اول ما دخل باب الشقه قال لي انت تسكتي وهو يتكلم. قلت له انا اللي متصله بيكو، وهو الشخص ده هو اللي اعتدى عليا. قال لي انت تسكتي وهو اللي يتكلم.
المهم لقيت بقى مش عنصرية، لقيت تعامل أسوأ مما تتخيلوا. معاكي انميلدونج هنا، يعني انتي مسجلة هنا؟ قلت له لا، ده هي حاجة زي الأوتيل. ووريت لهم الورق ان حاجة زي، انتي جاية هنا ليه؟ وريت لهم الأوراق، مع ان كل الأسئلة دي أصلا وبتتسأل بطريقة أسوأ طريقة ممكن تتخيلوا. المهم بقى اتشدينا مع بعض، اتعصبنا، رحت مطلعه الموبايل بتاعي، قلت لهم انا هصوركم علشان اثبت ان انتوا بتتعاملوا معايا بطريقه عنصريه، انا ما عملتش حاجه، انا اتصلت بيكم عشان ده الشخص ده اتهجم عليا وبدون اي سبب، وفي بالليل كمان، الكلام ده حصل بالليل، كانت الساعه حوالي الساعه 11 ونص، الساعه 12 بالليل، اتهجم عليا بالليل وانا ما عملتش حاجه، وانتوا كمان بتتعاملوا معايا بطريقه مش كويسه من اول ما اتصلت بالتليفون. انت اصلا جايه منين؟ يعني انت من اصول المانيه السؤال كده كان في التليفون، السؤال كده كان في التليفون. فانا هصوركم، وفعلا صورتهم كده وانا بقول لهم، فشدوا مني الموبايل وخدوه، واجبروني ان انا اسيب الشقه بالليل الساعه 11 ونص 12 بالليل. وطبعا انا كان معايا كذا شنطه، فحتى مش عايزين يساعدوني ان انا انزل، يعني كان معايا كذا شنطه مش عارفه اشيلهم كلهم، يعني مش عارفه اجرهم كلهم، وانا طبعا مصدومه، صاحيه واحد بيعتدي عليا، اتصل بالشرطه تيجي تتعامل معايا بطريقه اسوأ واسوأ. انا عايزاكم تكملوا، لان فعلا النهايه فعلا نهايه حلوه، حقيقي فعلا نهايه حلوه، مش متوقعه خالص، بعد ما خلاص، بعد ما وصلت لدرجه مش عارفه اقول لكم ايه، يعني لدرجه يعني يئست من الحياه كلها حرفيا. ما ساعدونيش بأي حاجة، واحنا كان عمارة او كان برج كبير. المهم خدت شنطي ونزلت تحت، قلت لهم ان انا عايزه الموبايل، قالوا لي لا احنا احتجزنا الموبايل بتاعك. قلت لهم لا، انا ما عملتش حاجه عشان كمان تاخدوا الموبايل بتاعي، انا لازم اخد الموبايل. ومن هنا بقى بس راحوا خدوا بعضهم ومشيوا خلاص، هم نزلوني من الشقه بالشنط بتاعتي، واطمنوا على الشخص اللي فوق المعتدي ان هو تمام وسلام، وبهدلوني ومرمطوا بيا الارض باسلوبهم. الشرطه ما حدش لمسني منهم، بس طريقتهم في التعامل هو اللي لمسني، يعني هو اللي اعتدى عليا لمسني، لكن هم يعني ما لمسونيش. بس كده. فطبعا يعني انا ايه يعني شويه شخصيه، يعني ما يبانش عليا خالص، فعلا ما يبانش عليا خالص، بس انا فعلا شخصيه قويه جدا، يعني اكتر مما تتخيلوا، قويه جدا. وقوتي كمان في صبري، يعني بصبر جدا لغايه يعني ايه ما اخد اللي انا عايزاه. المهم بس كده، رحت لهم، رحت حتى مش معايا موبايل مثلا ان انا اطلب تاكسي، مش عارفه انا فين، واحنا كنا، لان انا كنت لسه واصله وما كنتش اعرف المنطقه في الشرق، وانا ما كنتش عارفه المنطقه كويس، فانا حتى مش عارفه الشوارع، مش عارفه فين حتى فين الشرطه دي. وكنا بالليل، وبالليل في الشتاء، بالليل في الشتاء درجه الحراره تحت مثلا مينوس زيبن مثلا، يعني ماينس 7 مثلا، يعني سالب 7 مثلا، والدنيا طبعا ساقعه لا تتخيلوها عامله ازاي، مع هواء، لان كانت المنطقه على البحر، فمع هواء شديد، هواء ساقع، فانا مش عايزه اقول لكم. المهم وقفت واحده المانيه، قلت لها معلش انا موبايلي دلوقتي مش معايا، انا بس محتاجه تتصلي لي بتاكسي. المهم الست اتصلت بتاكسي، وركبت التاكسي، وقلت له انا عايزه اعرف ايه الاسم اللي قريب من هنا، انا عايزه اروح الاسم ده. طبعا انا بتحرك وانا معايا شنط، فانتوا متخيلين، وطبعا مصدومه مش فاهمه ايه اللي بيحصل، انا ما عملتش حاجه، انا واحد بيعتدي عليا واتصلت بالشرطه، الشرطه جت بهدلتني لا للشيء، لمجرد ان انا مش اصولي المانيه، بس ده اللي حصل، بس انا ما عملتش اي شيء، ما عملتش اي حاجه. المهم رحت فعلا الشرطه، بعد ما رحت الشرطة خبطت عليهم. الشرطة هنا بتبقى متقفلة بكاميرات ومتقفلة بأبواب إلكترونية، يعني محدش يعرف يدخل كده، لازم يرن عليهم. المهم حد خرج لي، قلت له أنا عايزة الموبايل بتاعي، أنا ما عملتش أي حاجة، أنتوا اللي غلطانين، وأنا عايزة الموبايل بتاعي دلوقتي. قال لي ما فيش موبايل، والموبايل اتصادر، وإحنا هنبعته للمحكمة، وما فيش موبايل. قلت له خلاص ما فيش مشكله خالص، انا قاعده لكم هنا خلاص، ومش هتحرك، مش هتحرك غير لما ياخد الموبايل بتاعي. ايوه انا قلت كده، انا قلت كده، وقلت بقى اللي يحصل يحصل، يعني خلاص بقى، اصل بعد كل العنصريه دي خلاص، يعني انا هعيش ليه اصلا بعد كده؟ يعني ايه الفايده بعد كده من الحياه لما اتعرض لكميه العنصريه دي؟ بنت بتتعرض في نص الليل لواحد منحرف بيتهجم عليا في نص الليل، وبعد كده اتصل بالجهه المسؤوله المفروض تحميني، اتعدت عليا هي كمان. يعني المفروض يعني ايه فايده الحياه اصلا بقى؟ من الاخر كده، ايه فايده الحياه؟
لازم برضه اقول كلمه مهمه جدا عشان برضه ما حدش انا فعلا شخصيه قويه جدا ولكن هاديه، بمعنى ان انا حتى لما رحت لهم انا كنت بتعامل بادب شديد جدا. خلاص ايديا حتى جنبي، يعني حتى مش حطاها مثلا في الجاكيت او كده، مع ان الدنيا كانت تلج، بس انا كنت عامله كده متعمده، خلاص عشان ما حدش يمسك عليا حاجه. انا عارفه ان كل حاجه بتتصور بالكاميرات، بكل حاجه قدام الاسم دايما بيبقى فيه كاميرات. انا عارفه ان كل حاجه بتتصور، وانا ما اعرفش الامور ممكن توصل لفين. يعني ما اعرفش الامور ممكن توصل لفين، ممكن الموضوع كان يتطور. هو فعلا اتطور شويه بس بعد كده وقف، لكن كان ممكن فعلا يتطور لأسوأ من كده بكتير. فكنت لازم احافظ على كل حاجه. كمان كان يعني في حاجه يعني ربنا ادهاني لغايه دلوقتي، الاحساس بتاعي، احساسي كان بيقول لي انا ماشيه صح، امشي. في حاجات تانية حصلت مثلا في حياتي، حاجه قالت لي ستوب هنا، ستوب، ما تتعديش هنا. في حاجه قالت لي هنا، تقولوا بقى عليها الحاسه السابعه الثامنه العشره، انا ما اعرفش، لكن فعلا احساسي ده ولا مره اخطا، يعني ولا مره اخطا. لما في حاجه جوايا بتقول لي انت صح كملي، انا بكمل وفعلا باخد اللي انا عايزاه. في حاجات بتقول لي ستوب هنا، يعني ما تعمليش حاجه هنا، خلاص ببقى انا فعلا متاكده ان هو ده القرار الصح، اللي انا فعلا بعد سنين بتاكد. ففي حاجه من جوايا، فعشان كده انا ما انصحش ان الناس، انا قلت لكم ان انا ليا تعامل مخصوص، ان حتى مهما كانت الدنيا في اسوأ ظروف، في حاجات انا بعرف اتحكم فيها، يعني ببقى عارفه تماما اتحكم فيها. يعني مش رايحه بقى بزعق لهم بقى وعماله اشوح بقى بايدي بقى وانتوا كذا، الكلام ده لا. انا قلت لكم رايحه بمنتهى الادب، رغم كل اللي عملوه فيا، رغم الصدمه اللي انا اصلا عشتها، سواء من الولد سواء من الشرطه نفسها. فرحت وكنت حاطه ايدي كده جنبي وخبطت عليهم وقلت لهم خلاص انا قاعده لكم هنا. المهم كل شويه طبعا هم مش مستوعبين انا بعمل ايه، يعني هم مش مستوعبين ان انا حرفيا حطيت شنطي وقعدت حرفيا، خلاص وقلت لهم انا مش ماشيه هنا لغايه الموت، انا هموت هنا ما عنديش مشكله خالص. مش هقول لكم بقى يعني برضو اختصارا للوقت، اللي كل شويه اتنين تلاته يخرجوا لي يبهدلوني شويه، انت هنا في مكان. طبعا البهدله بالكلام بدون اساءات لفظيه، يعني طريقه الكلام، طريقه الكلام بطريقه مبتذله، بطريقه سيئه في التعامل. هنا ده المكان هنا بتاع الشرطه، قلت لهم خلاص ده المكان بتاع الشرطه، لكن الرصيف اللي قدامكم ده مش بتاعكم. اوكي اوكي، خدت حاجاتي وقعدت ما بعملش اي حاجه، انا قاعده بس كده. قلت لهم ان انا قاعده كده لغايه ما اموت، لغايه ما اموت، اذا ما فيش حد اتصرف فانا قاعده كده، انا ما عملتش اي حاجه غلط. انا تم الاعتداء عليا مرتين، مره من الولد جسديا، بعد كده مره من الشرطه نفسها. انا ما عملتش اي حاجه عشان اتعاقب بهذا الشكل في نص الليل والدنيا ساقعه، انا ما عملتش اي حاجه. كان انا فاكره كانت الكلمه اللي كانت على لساني، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. يعني فعلا احساس المظلوم ده فعلا يعني احساس يقهر، حرفيا فعلا احساس يقهر يقهر. فقعدت الناحية التانية وهم مصدومين مش عارفين يمشوني ازاي، وكل شوية يهددوني احنا هنوديك التسلة. التسلة دي اللي هو زي سجن، بس مش سجن، هو بيبقى زي مكان مقفول كده. لو مثلا واحد مخمور زيادة شوية وبدأ يبقى خطر على الناس، فبيحجزوه فيه يوم مثلا ولا حاجة، والصبح بيمشوه. قلت لهم انا ما عملتش حاجة عشان تودوني للتسلة دي، انا قاعدة يعني ايه زي قاعدة بأدبي كده، بس انا بقول لكم ان انا قاعدة هنا ومش همشي غير لما اخد الموبايل بتاعي. الموبايل بتاعي عليه كل حاجة. يعني انا من بعد المشكله دي انا اتعلمت ان انا دايما يبقى معايا 2 موبايل او 3. فانا بقى معايا 2 موبايل، والايباد بتاعي واللابتوب شاري جوه، انا اسفه، والايباد كل المعلومات موجوده عليهم كلهم، بحيث ان انا لو فقدت واحد يبقى ما فقدتش الباقي. فطبعا في الوقت ده انا كنت صغيره شويه، فكان كل المعلومات على الموبايل بتاعي، فطبعا كان حاجه خطيره جدا. خلاص المهم قعدت كده للصبح. تخيلوا بقى من الساعة 12 الموضوع كله استمر مثلا حوالي 18 ساعة مثلا، أو 16 17 ساعة أو حاجة. أنا بعديها دخلت المستشفى 7 أيام، بعديها دخلت المستشفى أسبوع، كان عندي التهاب رئوي حاد. يعني حرفيا كنت بموت إن هم يحجزوا الشخص عشان عنده التهاب رئوي. أنا فعلا كنت بموت، وأعتقد إن أنا دخلت أول حاجة العناية المركزة أول يوم، لأن ما كنتش عارفة أتنفس، اللي هو تاني يوم بقى على طول. المهم نرجع تاني لمرجوعنا. قعدت لغاية الصبح كده وهم في حالة من الذهول، في حالة من الصدمة إن أنا عملت حاجة زي كده. بعد كده بدأوا يهددوني بالشنط بتاعتي، يعني ياخدوا الشنط، وطبعا الشنط بتاعتي كانت 3 4 حواليا وأنا مش عارفة أتصرف. المهم قلت لهم إن أنا عايزة الموبايل بتاعي، فضحكوا عليا وقالوا لي الموبايل في المحكمة، الموبايل في المحكمة، مش خلاص إحنا صادرنا الموبايل بتاعك.
المهم استنيت حد تاني يعدي. طبعا بالليل ما كانش فيه ناس كتيرة بتعدي، يعني كل الناس كانت نايمة والدنيا ضلمة وساقعة جدا وحاجة يعني اكتئاب، مش عايزة أقول لكم، يعني مش عايزة أوصف لكم كان الموضوع إزاي. فالصبح لما الدنيا بدأت تنور شوية، المهم قلت لهم، خبطت تاني عليهم، وهم كانوا أصلا كل شوية، يعني كل شوية تقريبا كانوا بيطمنوا ويطلعوا هي لسه عايشة ولا ماتت، لأن فعلا الجو كان غير طبيعي. وده فعلا اتكتب بعد كده في التحقيق إن الجو كان تحت، أنا عرفت منين، -7 وهواء شديد بسبب البحر. فيعني حاجة فعلا يعني خلاص كويس ان انا قعدت بس اسبوع في المستشفى، مش اكتر من كده. يعني لو كنت مثلا كبيرة شوية في السن او كان عندي مثلا امراض او كده، فعلا كنت ممكن اموت فيها في الليلة دي. وانا يعني الحماس من جوايا مش الحماس يعني الحماس ان انا اخد حقي او القهر اللي جوايا، خلاص يعني بعد كل العنصريه دي انا مش عايزه اعيش اصلا تاني، خلاص انا مش عايزه اعيشها اصلا تاني خلاص. فقعدت لغايه الصبح واستنيت اول واحد يعدي. قلت له معلش ممكن تطلب لي تاكسي تاني. المهم خدت شنطي كلها ورحت المحكمه. خلاص المحكمه زي الاسم بالظبط، برضو مقفوله من تحت وكل حاجه. المهم خبطت، بعد كده في زي شباك كده صغير خرج لي منه حد، فحكيت له على الموقف وقلت له ان الشرطه قالت لي ان هي صدرت الموبايل ليك، وانا دلوقتي عايزه الموبايل لان انا كل حاجه عليه، وحاولت ان انا اوضح له فرح. المهم دخل اسمي على السيستم مش عارفه ايه، قال لي ما فيش اي حاجه جت. واصلا الموبايل بيفضل في الاسم مثلا لمده اسبوعين 3 شهر، يعني ما فيش of keinen Fall، يعني مستحيل يكون اصلا جالنا من ليله او من كام يوم. اكيد موبايلك عندهم هو ما وصلناش. وفعلا بعد، والراجل كان محترم جدا في المحكمه بصراحه، حاول ان هو يساعدني. انا مش عايزه اعيط. حاول بس برضه نرجع ونقول كانت النهايه سعيده جدا. حاول ان هو يساعدني بقدر الامكان، لكن معرفش. هو كان موظف صغير، يعني ما كانش قاضي، ما كانش مش عارفه ايه، كان موظف صغير. المهم دخل اسمي، دخل رقم اللي هو البطاقه او الاوزفايز بتاعي، كل حاجه. مفيش اي حاجه عني في المحكمه، قال لي مفيش اي حاجه وصلت. انا متاكد 100%. موبايلك، هم بيقولوا كلام مش حقيقي، الموبايل بتاعك في الشرطه مش عندنا خالص. المهم بس كده، انا بصراحه بقى في لحظتها جن جنوني، يعني في لحظتها بقى خلاص انا كده جن جنوني. المهم كنت مخليه التاكسي يقف يستناني. المهم ما تعرفوش جالي فكره اني انا ابعت شنطي لحد انا عارفاه، لحد موثوق يعني انا عارفاه. احنا هنا ممكن نبعت الشنط حتى الكبيره بالبوست، بالبريد. خلاص، وانا كنت فاكره العنوان كويس، ما تعرفوش ازاي ربنا الهمني العنوان ده على ذهني. المهم فعلا قلت له من فضلك وديني عند البوست، عايزه ابعت الشنط بتاعتي. وبرضه هرجع واقول الشخص ده كان زي الملاك، اللي هو سواق التاكسي. يعني كل مصيبة لازم تلاقي فيها برضو رحمة من عند ربنا، هتلاقيها عمالين يساعدوك. الشنط كانت تقيلة وأنا كنت تعبت. آم، والشخص ده كان ألماني، بس كان إنسان طيب. المهم قال لي ما تقلقيش أنا مش هسيبك، ولو حتى مش معاكي فلوس ما تدفعيش حاجة. قلت له هي مش مسألة فلوس، أنا معايا بس أنا تعبانة جدا. بدأت طبعا أتعب، لأني طبعا طول الليل عمالة أتعرض لهواء شديد والسقعة شديدة، وطبعا اللي أنا شفته منهم والصدمة اللي أنا عشتها بسبب اللي حصل لي كله، طبعا دي كانت حاجة كانت صعبة جدا. المهم وصلني فعلا للبوست، للبريد، وقال لي ما تشيليش اي حاجه. وشال فعلا، هو اللي شال البريد. كان على يعني سلمتين ثلاثه كده، وبعد كده مكتب البريد كبير جدا، بيوزنوا الشنطه، بيعملوا اي حاجه. فالسواق جه معايا، يعني جه معايا. انتوا ما تعرفوش الالمان مناخيرهم يعني عاليه جدا، ما يعملوش حاجه زي كده، بس هو فعلا انسان طيب. على الرغم ان هو برضه يعني اتولد في الشرق، يعني اتولد في الشرق. هو قعد يحكي لي شويه عن نفسه. المهم طلعنا فعلا فوق في اللي هو البريد، وبعت الشنط كلها لحد من زمايلي. وبعد كده قلت له رجعني تاني الاسم اللي انت اخدتني من عنده. المهم رجعني تاني الاسم، وبس كده، وخبطت عليهم تاني او للمره المليون، وقلت لهم برضو بمنتهى الادب، منتهى الاحترام، بكل حاجه ممكن تتخيلوا، ايدي جنبي، صوتي ما بيعلاش، اي حاجه.
المهم خبطت عليهم قلت لهم ان انا رحت دلوقتي للمحكمه، والمحكمه اكدت لي ان الموبايل عندكم وان انتم ما بعتوش حاجه. انا قاعده مستنيه على الرصيف، الرصيف ما كانش بعيد، يعني الشارع كان صغير، كان يكفي يا دوبك عربيتين جنب بعض، يعني مش عريض. فالرصيف اللي قدامه قريب قوي. قلت لهم انا قاعده على الرصيف هنا الناحيه التانيه، ومفيش اكل ومش هاكل ومش هشرب ومش هعمل اي حاجه وانا قاعده كده لغايه ما اخد الموبايل بتاعي. خلاص كده ويحصل اللي يحصل لغايه الموت. قلت لهم كده، قلت لهم لغايه الموت انا قاعده، ومش يعني تحت اي ظرف انا مش هتحرك. بس كده رحت بقى قعدت هناك. خلال بقى الكام ساعه مثلا اللي احنا مثلا نقولهم مثلا من الساعه 8 مثلا للساعه 4 مثلا او كده، يعني مش عايزه اقول لكم الناس كلها اللي رايحه واللي راجعه، اللي معاه عربيه واللي ماشي على رجله، وتقريبا هم بيروحوا يرجعوا كذا مره او بيبلغوا ناس تانية وتيجي، كله يجي يسالني، كله يجي، كل البشر. يعني انا يعني الناس لدرجه ان في الاخر خلاص انا تعبت، يعني مش عايزه ناس تانية. برضه زي ما في ناس سيئه في ناس كويسه. خلاص انا فاكره ان كان جنبي صف من الاكل، صف من الشنط اللي فيها اكل وميه، صف كده طويل من الشنط اللي فيها اكل وميه. المهم كل اللي يعدي يسالني ايه اللي حصل، اقول لهم ما فيش حاجه، انا مستنيه الموبايل بتاعي، هم اخدوه مني ظلم، وانا مش هتحرك من هنا ومش هاكل ومش هشرب ومش هعمل اي حاجه غير لما اخد الموبايل بتاعي. انا ما عملتش حاجه عشان يعني اتعاقب العقاب ده، انا فعلا ما عملتش حاجه. بس كده. ايه اللي يحاول يقنعني، إيه اللي يقول لي طب ايه اللي حصل بالظبط، انا امتنع عن الكلام تماما. يعني كل اللي انا حكيته ده انا ما اقولوش، لان انا مش عارفه، يعني برضو مش عارفه يعني الوضع. اولا كنت تعبانه مش قادره احكي، وثانيا ما كانش عندي حتى رغبه ان انا احكي. انا عايزه موبايلي وارجع البيت، عايزه وبعد كده بقى اجيب محامي، ابقى اعمل اي حاجه. لكن انا كنت خلاص يعني خلاص. في نفس اليوم ده، يعني انا قلت لكم المشكله حصل 11 بالليل، قعدت لغايه الصبح في الشارع. بعد كده رحت المحكمه ورجعت مثلا حوالي الساعه 8، على الساعه 8 خلاص لغايه الساعه 2 او 3. الناس كانت عماله تجيلي كل شويه، واللي يجي يقول لي طب ايه اللي حصل، واللي يرجع تاني، واللي يروح يجيب لي اكل ويرجع يحطه جنبي، طب خليه جنبك، واللي يجيب لي ميه، واللي يجيب لي عصير. يعني بصوا كانت يعني ان دل يدل على ان برضو في رحمه وفي ناس كويسه. في قمه الظلم وفي قمه الاسى في ناس طيبه وفي ناس محترمه. هما طبعا كانوا واخدين الموبايل بتاعي لان التصوير كان ممنوع في المانيا، فهم يعني ايه كانوا عايزين يعملوا لي قضيه. هما ما عملوش واحده بصراحه، هم عملوا 6. دي حقيقة. بس انا هقولها لكم بعد كده. المهم طبعا بعد ما حالتي بدات تسوء وبدا يبقى واضح، طلعوا واحد يقف. هما كانوا كل شويه برضو يطلعوا يهددوني شويه، او يقولوا لي كلام عشان امشي، لكن انا ما كنتش ماشيه، انا قاعده. المهم واقول لهم المدير، يعني هنا في حاجه اساسيه لما تحصل مشكله في اي بيهور ده لازم تروح للمدير تحكي معاه. يقولوا لي المدير مشغول، ما فيش حد موجود عشان يكلم، انت مين يعني عشان يكلمك؟ فاقول لهم مش خلاص انا قاعده برضه، يعني انا برضه مش هبقى فين وفين لغايه ما المدير ده جه. فالمهم خرج اللي هو الرئيس بتاعهم او حاجه زي كده، فالمهم خرج اتكلم معايا شويه بقسوه. قلت له بص انا قاعده هنا خلاص، وانا قلتها مره، انا مش ماشيه من هنا تحت اي ظرف، انا هموت هنا هموت هنا، ما عنديش مشكله، انا ما عملتش حاجه، اي حاجه انا ما عملتهاش. انا اعتدى عليا بالليل وبعد كده الصبح، وبعد كده لما اتصلت بالشرطه تم الاعتداء عليا مره تانية بس لفظيا او بطريقه مش كويسه، انتوا اهنتوني بلا اي سبب. انا ما عملتش اي حاجه، اذا كنت انا من اصول مش المانيه فده مش ذنبي، انا ما عملتش حاجه، ما خالفتش القانون في شيء. بس كده انا عايزه موبايلي ومش هتحرك من هنا غير بالموبايل بتاعي. المهم لقيته كده بيسالني، قال لي فين الشنط بتاعتك؟ الكلام ده على فكره الصبح، ما كانش يعني هو خرج لي الصبح، لان طبعا كان مصدوم. انا كنت راجعه لهم بقى من المحكمه وانا مش معايا شنط، اللي هي معناها ان انا ايه، ان انا قاعده، وان انتوا عمالين كل شويه تهددوني، لان طبعا الشنط بتاعتي فيها الاوراق بتاعتي المهمه، فيها شهادات التخرج، فيها كل حاجه، فيها حاجات خطيره جدا ومهمه. فكانوا كل شويه يهددوني بيها ان هم هياخدوها، ان هم يعملوها. فبصيت الناحيه التانيه وما رضيتش ارد. بس كان الموقف بيقول ان انا جايه لكم بقى، انت عارف يعني عادل امام كده لما بص للاسد وقال ده جاي لي انا بقى، هو كده بالظبط، انا جايه لكم بقى وقاعده هنا لغايه ما اخد حقي، ويعني اللي يحصل يحصل، انا مش باقيه حتى على الدنيا كلها، يعني في 60 داهيه مع الظلم ده كله، ما فيش حد اصلا يحب ان هو حتى يكمل حياته يعني.
فبس فلقيته اتصدم، لقيته حتى وشه اتغير، ان هو ان انا مش خايفه، اني انا حالتي الجسمانيه بدا عليه ان انا بدات اتعب، وان لو حصل لي حاجه فعلا هم يروحوا في مصيبه. بعد كده الاقي عربيه الاسعاف جايه، اقول لهم مفيش حاجه انا تمام والدنيا تمام معايا، لو محتاجه حاجه انا هبقى اكلمكم ان شاء الله، انا اصلا مش معايا موبايل حتى عشان اكلمهم. خلاص الاقي عربيه اللي هي الطبيب اللي هي النوت ارتس، اللي هو طبيب اللي هو بيلف في الشوارع حاجه، حد مثلا حصل له اي حاجه او كده يروح يساعده. فالاقيه مثلا جاي لي مثلا، اقول له برضو نفس الكلام وانا بموت، يعني حتى نفسي بدا يضيق، مش قادره، في التهابات شديده بدات تبقى فيه، عماله كح، بدات حرارتي بدات ترتفع، وانا قاعده اموت، مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. بس كده. المهم لقيت طبعًا بعد عدد ساعات طويلة، لقيت نفس الchef ده أو نفس اللي هو الرئيس ده اللي خرج لي الصبح بيتكلم بقى معايا بطريقة مختلفة خالص، اللي هي بقى بطريقة محترمة جدًا وطيبة جدًا، لدرجة إن هو قعد على الأرض عشان يتكلم معايا، يعني نزل كده على الأرض عشان يتكلم معايا. بس فراح قال لي: "أنا عايز أتفق معاكِ اتفاق، أنا هارجّع لِك الموبايل بس امشي من هنا." يعني امشي من هنا، يعني هارجّع لِك الموبايل بس ما تقعديش هنا، امشي من هنا. المهم قُلت له: "ماشي أنا موافقة." بس فراح مَد لي إيده إن إحنا نسلِّم على بعض، ومعنى إن الألماني يمِد إيده يسلِّم، معنى كده إن خلاص هو كده عمل معاك اتفاق، يعني هينفِّذ الاتفاق ده مهما يحصل، هينفِّذ الاتفاق ده. فمَد لي إيده، لقيته بقى كده استبشر وحاول بقى إن هو يعرض عليّا إن أنا أستناهم جوّه، أستنى جوّه لإن الدنيا قال لي الجو ساقع جدًا وأنتِ باين عليكِ إن أنتِ تعبانة، فاستني جوّه في القسم. هُم طبعًا خايفين إن يحصل لي حاجة، طبعًا هُم اللي هيشيلوا الليلة كلّها. قُلت له: "لأ، أنا قاعدة هنا ومستنية هنا ومش هادخل في مكان." فلقيته اتعصب كده وراح دخل. طبعًا خلال المدة دي كلّها من الصبح لغاية ما يعني أفرجوا عن الموبايل بتاعي، كانوا سايبين واحد برّه خلاص يراقبني أو يراقب، تقريبًا خايف مثلًا إن أنا أفقد الوعي مثلًا أو خايف من حاجة، فهو طالع علشان يعني إيه، يشوف الوضع فيه إيه، عشان لو حصل حاجة يعرف يتصرّف بسرعة، لإن أنا كنت على الرصيف الناحية التانية، وتقريبًا هم مش مسموح لهم إن هم يصوّروا مثلًا الرصيف الناحية التانية، أنا ما أعرفش، بس كان واقف كده فاهم وهو إيه، يعني متابعني. آمم المهم متابع الناس اللي جاية عمّالة تسأل، طبعًا الناس بدأت تيجي كتير، بدأت عربيات تركن وتيجي تسألني، بدأت أعمل يعني في مشكلة حاصلة هنا، والناس طبعًا يعني نويجيغش عايزة تعرف إيه اللي حصل، فطبعًا كلّه كان عمّال ييجي لي. المهم بس المهم بعد الساعة 14:00 تقريبًا أو 16:00 أفرجوا بقى عن الموبايل بتاعي وادّوني الموبايل. طبعًا أنا خدت الموبايل من هنا، مشيت لغاية أول الشارع، طبعًا سِبت صَف الأكل ده كلّه، أنا حتى مش قادرة أصلًا، ما كنتش حتى أصلًا أشيل نَفْسي، حرفيًا ما كنتش قادرة أشيل نَفْسي، فعلًا اتصلت بالإسعاف، الإسعاف جات وأخدتني ورُحت على المستشفى، قعدت في العناية المركزة، أنا ما أعرفش طبعًا كام يوم مش فاكرة، وبعد كده بقية الأسبوع قعدته في المستشفى لغاية ما خرجت تقريبًا بعد أسبوع، بس كده. وبعد كده زمايلي قالوا لي: "يهديكِ يرضيكِ ولا ترفعي عليهم قضية ولا تعملي حاجة، موبايلِك في إيدِك وخلاص الموضوع انتهى." وأنا بقى إيه، كان موتي وسمي إن أنا أرفع عليهم حاجة، لكن بيني وبينكم أنا يعني مش باحب المشاكل، وفي الوقت ده أنا كنت مشغولة جدًا، كان عندي امتحانات وكنت تحت ضغط نفسي رهيب، وكنت شايفة صدمة أنا تقريبًا ما اتعافيتش منها، يعني حتى الآن لغاية دلوقتي حتى لمّا أحكي أنا عيّطت، فعلًا أنا لغاية دلوقتي ما اتعافيتش منها 100%، كانت فعلًا صدمة كبيرة. المهم بعد حوالي 3 شهور أو 4 شهور لقيت جوابات من المدعي العام أو المدعية العامة هنا، كل منطقة ليها مدعي عام، يعني مصر مثلًا ليه مدعي عام واحد، لكن في ألمانيا كل منطقة ليها مدعي عام. إن أنا مرفوع عليّا 6 قضايا، آه والله 6 قضايا، يعني أنا لو كنت باتاجر في حاجة مش هيترفع عليّا 6 قضايا. بس كده، إهانة الشرطة والتصوير بغير إذن يعني الشرطة رفعت 3 والولد رفع 3 ما شاء الله. أنا نسيت أقول لكم صحيح إن أنا بلّغت Airbnb باللي حصل كلّه، وطبعًا بكل الشكاوي اللي أنا بعتّها عملوا للولد ده بلوك تمامًا من الapplication كلّه، وشالوه خالص من الapplication وردّوا لي الفلوس وردّوا لي كمان هدية 20% زيادة للرحلة اللي بعديها. طبعًا لا رُحت تاني معاهم ولا حجزت تاني في الapplication ده تاني بعد المشكلة دي ما حصلت، بقيت أحجز بس في أوتيلات وخلاص، يعني الأوتيل بيخاف على سمعته وكل حاجة، Airbnb بصراحة أنا مش باثق فيه خالص.
على الرغم ان هم اخدوا البتاع بجديه وشالوه خالص من الابلكيشن خالص. حتى تابعت بعد كده بعد شهور طويله كانوا شايلينه خالص. بس فهو الباشا ده رفع عليا 3 قضايا، يعني بعد ما اعتدى عليا بالليل واتهجم عليا رفع عليا 3 قضايا. والشرطه رفعت 3، انا حتى مش متذكراهم يعني، بس يعني اللي منهم تصوير بدون اذن وصوت بدون اذن واهانه الشرطه، مش عارفه، يعني شويه حاجات كده يعني. بس كده. فطبعا يعني تخيلوا بقى الصدمة ان انا يعني معصورة كل ده ومقهورة كل ده، والاقي كمان 6 قضايا كمان مرفوعة ضدي، يعني من الناس اللي ظلموني يعني. انتوا يعني متخيلين الحالة كانت واصلة معايا لفين. بس كانت بعد 3 شهور تقريبا ولا حاجة لغاية ما وصل لي وكنت كاتبة طبعا على اير بي ان بي كل حاجة حصلت لي مع الولد ده. فالولد ده كان برضو باعت قضية ضدي ان انا عاملة كومنت على اير بي ان بي، فانا كده بشوه صورته نفس القضية السوداء اللي احنا اتكلمنا عليها، تشويه السمعة. تشويه السمعة. المهم بس جبت محامي وحكيت له على كل حاجة. بس وبعد كده في حاجة جوايا قالت لي لازم تكتبي للمدعي العام مباشرة، مع اني انا مش مسموح لي حاجة زي كده، ولكن في حاجة من جوايا برضو قالت لي ان انا اعمل كده. كتبت 14 صفحة يعني. يعني انا فاكره لما واحد زميلي بكلمه حكيت له، طبعا كان كل الناس كانت تعرف طبعا القصه دي. لما حكيت له قلت له ان انا عايزه اكلم المدعي العام، قال لي طالما المحامي قال لك لا يبقى بلاش، يعني انا يعني نصيحه مني بلاش تحكي مع المدعي العام في حاجه، خلي كل حاجه عن طريق المحامي. خلاص. بعد ما قفلت معاه كتبت 14 صفحه. وبعد كده لما كنت بكلمه فراح قال لي اكيد عملتي اللي انت في دماغك، فقلت له اه. فراح قال لي كتبتي كام صفحه؟ وقلت له 14. بس في ال 14 صفحه دول كتبت كل حاجه بمنتهى الدقه حصلت لي، من اول لحظه انا دخلت فيها الشقه بتاعه اير بي ان بي لغايه الاخر. كتبت كل حاجه بالتفصيل. كل حاجه بالتفصيل كتبتها للمدعي العام، قلت له كل حاجه. بس كده، او قلت لها كل حاجه. النهايه السعيده النهايه السعيده اللي حصلت آم، ان بعد اقل من شهر واحد جه للمحامي جوابات كتيره ان كل القضايا اتقفلت ضدي. الخبر بقى المفرح اللي فعلا فرحني جدا، واللي برضه هقول ان انا معايا ما يثبت ذلك من المحامي او حتى الورق اللي وصلتني. المدعي العام بعت لي وقال لي ان الولد اللي اعتدى عليا ده او اللي هو اتهجم عليا بالليل ده اصلا عليه مشاكل كتيره واترفعت عليه قضايا كتيره بنفس الطريقه، فهو هياخد عقوبه قصوى. والمدعي العام رفعتني ان انا اخد تعويض من الشرطه عن اللي حصل لي. دي حقيقه. لدرجه المحامي اتصل بيا وقال لي هو انت عندك محامي تاني؟ فقلت له ليه؟ فراح قال لي انا جالي ورقه من المدعي العام بيقول لي ان انت ليكي حق المطالبه بتعويض من الشرطه بسبب اللي حصل لك. دي لحد ذاتها قضيه، يعني دي احنا بنعمل لها قضيه بعد ما بنستنى كل القضايا تتقفل ضدك. بعد كده بنرفع قضية تعويض، يعني هي قضية ليها طريقة معينة. هي بقى خلتك ان انت ولا ترفعي قضية ولا اي حاجة، هي سلمتها لك كده على يعني على المستريح خالص بدون اي حاجة. قالت لك ايوه انت انضريتي خلال البتاع دي كلها فليكي تعويض من الشرطة. وفرت عليا وقت ومجهود ومحامي يرفع قضية تعويض وكده، لا ده هي قبلت قضية التعويض وبتبعت لي تقول لي كام او عايزين ايه، فلوس قد ايه على كل اللي انتوا على كل اللي انا عانيته خلال المده اللي هي 18 ساعه اللي انا قعدتها، وبرضه الحاله النفسيه اللي انا كنت فيها بسبب. آم، فدي كانت النهايه السعيده. اللي انا عايزه اقوله خلاص في النهايه، يعني معلش لو تسمحوا لي بكام دقيقه كمان. اللي انا عايزه اقوله المانيا هنا مش جنه خلاص كده، يعني اكيد فيها عيوب، احنا بشر بيخطئوا، ولكن دايما بتلاقي حد بيعدل الكفه. زي المدعي العام مثلا في الشرق لما شافت فعلا، تخيلوا ان واحد الماني من اصول المانيه واتنين شرطه ادعوا عليا وعملوا لي 6 قضايا خلاص كده، فانا قدامهم ايه؟ يعني انا قدامهم صفر، يعني مهما اقول. وطبعا انا ولا كان معايا ادله ولا كان معايا اي حاجه. فهي الست صدقتني ورفضت كل القضايا اللي مرفوعه ضدي. ده بالعكس كمان رفعتني، ادت الولد العقوبه اللي هي اقصى عقوبه بسبب كمان المشاكل، هو باين ان هو بتاع مشاكل. والحاجه التانية رفعتني ان انا ارفع قضيه على الشرطه عشان اخد تعويض منهم.
فدايما هنا في ألمانيا دايما ده اللي أنا ألاحظه، يعني ممكن حد لو حتى إنسان يعني مش كويس أو تعامل بشكل مش كويس، ممكن سوء تفاهم، برضو خلينا نقول ممكن سوء تفاهم، ممكن لأن أنا جاية من كلتوة مختلف أو ثقافة مختلفة، ممكن أكون عملت حاجة أو قلت حاجة مثلا بالنسبة لهم جريمة، أو قلت لكم اختلاف الثقافات، يعني ممكن الحاجة تبقى مثلا في مصر عادية تبقى هنا جريمة، والعكس مثلا في أمريكا مثلا ممكن الواحد يصور عادي جدا حقي، مثلا هنا ده ممنوع. ففي اختلاف ثقافات، فممكن الواحد يكون عمل حاجة مثلا فيساء فهمه مع إن هو قالها أو عملها بحسن نية. ممكن يكون في شخص مش كويس خلاص كده، بس دايما يعني في تجاربي فيما عدا التجربة الأخيرة دي، بس التجربة الأخيرة هي لسه ما خلصتش، يعني أتمنى إنها تكون هتخلص على خير برضو، أتمنى إنها تخلص على خير وتخلص نهاية سعيدة. دايما تلاقي حد بيوزن الكفة، تلاقي مثلا واحد عمال يدوس يدوس يدوس، بس واحد يعدل الكفة يقول لا العدل كذا، العدل أهو، العدل مش كده، العدل كده. فتلاقي دايما حد بيتدخل يوقف الخطأ ويجي الصح، وتيجي من ناس اصلا ممكن ما تكونش اصلا عارفهم، سواق التاكسي اللي انا ما شفتوش بعد كده تاني، بتاع المحكمة، الموظف بتاع المحكمة. طب انا هقول لكم على حاجة، يعني بعديها انا اتصلت بالشرطة، علشان بعديها بكام شهر كده اتصلت بالشرطة عشان مش فاكرة عشان حاجة، عشان اشوف كاميرات، لان هم طبعا عندهم كلهم كاميرات في اليونيفورم بتاعهم على ما اعتقد. ف... فاتصلت بالشرطة علشان اعرف ان ازاي اجيب تسجيلات الكاميرات دي، حقي من حقي، علشان لو في قضية انا بقى عايزة الكاميرات دي. فلقيت واحد في الشرطة نفسه بقى عمال يشرح لي ازاي اخد ادل على الشرطة نفسها. هو مش بيشرح لي ازاي اخد ادلة، هو بيشرح لي حقي القانوني. يعني اللي انا قصدي عليه ان في ناس كويسه في كل مكان وفي ناس وحشه في كل مكان، بس ميزه هنا المانيا ان هم بعد ما يحرقوا دمك وقلبك ان تاخد حقك في الاخر، بس بعد يعني خلاص بعد ما نفسيتك تتدمر تماما حرفيا. يعني انا مريت فعلا بتجارب هنا، فعلا نفسيتي في الاخر يعني خلاص قلت الحياة كلها انا يعني خلاص انا تعبت، انا تعبت، انا ما عملتش حاجة، والاقي مشاكل في مشاكل في مشاكل في مشاكل لمجرد ان انا مثلا قلت الحق، او لمجرد ان انا بدافع عن نفسي. لكن ميزة ألمانيا هنا إن دايما تلاقي حد بيديك حقك في الآخر، دايما بتلاقي حد بيعدل كفة الميزان، وغالبا الحد ده بيكون حد قوي جدا، يعني حد اعلى، بس لازم تصبر بقى وتستحمل، لازم تبقى مؤدب جدا ومحترم جدا جدا جدا، وماشي بالطرق القانونية الصح. لازم، انا زي ما قلت، انا اولا كان احساسي قوي بيقول لي ايوه كملي، ان فعلا في مشكلة وانت عندك حق، احساسي قال لي كملي. والحاجة التانية، وانا حتى كنت بكلمهم كان صوتي اوطى من الصوت اللي انا بكلمكم بيه ده، يعني كان صوتي اوطى من الصوت ده، وايديا جنبي علشان ابان ان انا مش بتاعت مشاكل، انا عايزه اخد الموبايل بتاعي، انا عايزه اشتكي واخد الموبايل بتاعي، وعايزه اشتكي عليكم كمان لان انتوا خالفتوا القانون. ف... فانا ما عملتش حاجه، انا ماشيه صح. فلازم الواحد يمسك اعصابه على قد ما يقدر، ويمشي ويبقى مؤدب ومحترم، عشان حتى تلاقي ناس يتعاطفوا معاه. لو انت همجي هنا في المانيا، الشخص الهمجي هنا قليل الادب اللي بيعلي صوته ده بيفقد حقه 100%، ده كده خلاص مع السلامه، بيقولوا له كده شكرا، يعني ايه، اروح للست والدتك، يعني احنا كده مش هنساعدك ومش هنتعاطف معاك ومش هنعمل لك اي اعتبار. لكن الشخص المحترم المصر، المصر، مفيش حاجه هنا بتتاخد سهله، يعني هنا حتى لو حقك في بعض الأوقات، مش هقول كل الأوقات، في بعض الأوقات مش هتاخد حقك بالسهل، لازم تعاني وتعاني، تعاني ماديا ونفسيا ووقت وأعصاب، أعصاب دي بقى يعني أعصاب. تخيلوا بقى إن أنا بدرس وبذاكر ومسؤولة عن حاجات كتيرة وليا حياة شخصية، وكل الضغوط دي، والاقي مصيبة زي دي مثلا محذوفة على حاجة بسيطة، أنا ما عملتش حاجة، أنا حجزت غرفة علشان أروح وأجيب شقة بس أخلص امتحاني وأرجع تاني بيتي، هو ده اللي أنا كنت عايزة أعمله، ولا في أي حاجة، ولا أنا بتاعت مشاكل، ولا عايزة أعمل أي حاجة، أنا عايزة أعيش جنب الحيط، مش جنب الحيط، جوه الحيط، أنا مش عايزة أعمل أي مشكلة. لكن كده يعني بلاوي كده تترمي عليك من لا شيء. ف... فدي ألمانيا، هتعرف تصبر وهتعرف تستحمل، اللي بيصبر ويستحمل بيعدي، اللي بيبقى مؤدب ومحترم وشاطر. البنت الأولانية اتلغى كل مواعيدها من الشركة، بس هي عشان شاطرة جابت مواعيد أحسن وأفضل والآخر السنة،
يعني ما انضرتش باي درجه في الشغل اللي اتحذف منها من الشركه لانها شاطره. فتكون شاطر ومحترم وعارف طريقك ومصر على حقك، مصر بمنتهى الادب، مصر قوي بمنتهى الادب قوي، مصر بالموت هاخد حقي، هاخد حقي، بس برضه انا مؤدبه، لا هعلي صوتي ولا ههين حد ولا هخالف القانون، ولا انا هستنى وهضغط 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 وهكلم هنا وهكلم هنا وهكلم هنا وهجيب محامي وهدفع فلوس وهعمل كل حاجه، بس في الاخر هاخد حقي، وهاخد حقي وكل التكاليف بقى اللي انا صرفتها وتعبت فيها، بس اصبر، اللي يصبر ينول. بس كده. وهنا بنقول جدول برينجد غوزن، يعني الصبر بيجيب ورد او ورود جميل. اكيد بكره احلى اكيد.